من غير مقدمات كتير، دايما عالم الحيوان عالم غريب ومليان بالأحداث، والنهاردة جايب لكم حيوانات واجهوا الخصم الخطأ. أنا إبراهيم، لو عجبك محتواي ادعمني بلايك واشتراك. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، بسم الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. الصقر كان بيحاول يصطاد الفرخة دي، الغلبان ما يعرفش إن جوزها موجود. الديك مرمطه بصراحة، أصل اللي يجي على المدام يبقى حكم على نفسه بالإعدام. Why are you running? Why are you running? صاحب المزرعة معدي وشكله فيه طار بايت بينه وبين الديك ده. الديك حب يعلم عليه، بس صاحب المزرعة اداله واحدة باور اسلام محمد وقفه عند حده. ما تخافش، انا بعرفه غلطه بس. ده أسوأ يوم للوزة دي، شكل الحصان راجع قرفان اصلا. ما صاحبتك واقفة، انت اللي شبح يعني. يلا الله يرحمك. Caramelo de chocolate, dulzame así. وده لما تيجي تصطاد فريسة تلاقيها واخدة الحزام الاسود في الكاراتيه. نهاية المعركة دي هتصدمك بجد. دايما الصراع بين الحيوانات من أجل البقاء، يا إما فرض سيطرة علشان يعرف كل واحد حدوده. وحيد القرن هنا دخل معركة مع الفيل، خسرانة خسرانة. هتعمل ايه انت يا أزعة مع الضخامة دي كلها؟ برافو عليك، الجري نص الجدعنة. بصراحة القصة الحزينة بين البطة والنمر مش هتنتهي، والنمر يا عيني عنده أمل إن هو يمسك البطة. أنا مش عارف الإصرار والعزيمة اللي عنده ده جايبهم منين. ده البطة مرمطاه، ومع ذلك عنده إصرار إن هو يمسك البطة. أخيرا استسلمت، ده أنا تعبت لك سلف يا شيخ. دايما الزرافة اختيار جيد للأسود عشان حجمها الكبير وقوتها الضعيفة، وعشان يقدروا يصطادوها لازم يهجموا عليها كمجموعة. لكن الزرافة علمتهم درس قاسي. اللي حصل في الفيديو ده عملية انتحارية، اللبقة اتهرست تحت رجلين الزرافة. الطائر المسكين ده بيراقب فريسته من بعيد، عنكبوت بيمشي على حجر ومستني الوقت المناسب علشان ينقض عليه، وهو بيقول لنفسه خلاص لقيت فريستي اللي هسد بيها جوعي. وفجأة لقى نفسه هو الفريسة لثعبان الذيل العنكبوتي. بجد عنده طريقة تخفي سبحان الخالق. من الواضح ان الجاموسة دي مزاجها مش رايق للعب مع الفيل. اوف، كانت هتضيع مستقبله. على ما اظن البجعة دي شايفة الحيوانات دي لعب مش حقيقي. التمساح بيحاول ياكل السلحفة دي وعمال يقول لنفسه هو انا باكل حجر ولا ايه؟ التمساح ده محتاج طقم اسنان بعد العملية دي. طبعا اللهم لا حسد على سرعة السلحفة دي، خايف احسدها والله. دايما وحيد القرن بيحط نفسه في مواقف بايخة، ودايما بيخش تحدي مع أخصام أطول منه. طب نقي حاجة على مقاسك. اديتك واحدة سوبليكس اهي. الأنفد الأزعة ده راجع القردين اللطاف دول. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? غرير العسل بيهاجم كل أنواع الحيوانات، حتى الأسود ما سلمتش منه، مش بيخاف أبدا. شوف بيهاجم التعبان بكل قوة وشراسة ازاي. أسد يالا في ايه؟
سبحان الخالق وذكاء الطير ده. عامل فخ للسمك بلقمة عيش. بجد ذكي جدا. اكتر حاجة بتضايق وحيد القرن انك تقرب من اكله. وحيد القرن هنا حذره كذا مرة انه ما يقربش جنب اكله، ومع ذلك الخنزير البري غتت وقرب. يلا تستاهل. مش قادر اوصف لك ان السلحفة اللي مش باينة من الارض دي رعبة الحصان وكلب البيتبول. المفترس الوحيد اللي بيهاجم التماسيح، ومش بس كده، لا وبينزل لهم المية كمان. نمر الجاجور ذكي جدا وبيخطط وبيعمل كمائن لفريسته. بصراحة عظمة. تخيل نمر بالحجم ده بيتسلق شجرة علشان ياكل قرد. لا وكمان النمر عنده إصرار وعزيمة إنه يمسك القرد. أنا مش عارف إزاي. كل حاجة كانت ماشية تمام وفجأة القرد خد اتجاه تاني ووقع النمر من على الشجرة زي شوال البطاطس. وفي حد يستاهل ياخد الشلوت الذهبي هياخدها الحمار الوحشي وبجدارة. اللبؤة دي فقدت الذاكرة بعد الشلوت ده. القطة دي نايمة في الشموسة بتاخد تان، والكلبين دول بيغلسوا عليها. قامت رامية واحد في البسين وجريت ورا التاني. خلقها ضيق قوي. قد ايه الاسود بتتعب علشان تصطاد فريستها، ودايما الضباع بتحب تسرق على الجاهز. في المشهد ده اللبؤة بتحارب لوحدها علشان ما ياخدوش فريستها، لكن الضباع كتير جدا. بس النجدة جت بسرعة. الهيبة يا ناس، الهيبة. ملك الغابة فعلا. أول ما الضباع شافته جريوا زي الفيران. طبعا لازم يطمن على الغدا. ايه الدب الأمور ده شامم ريحة عسل طالعة من البيت. لكن يا فرحة ما تمت، لقى الكلب ده واقف له قدامه وهيجريه زي العيل الصغير. في الواحد جرى القطيع كله قدامه زي القطط. حقه بصراحة، لأنه أكبر الثدييات البرية الموجودة على الأرض. ولو وصلت لهنا يبقى أنت عجبك الفيديو. ادعمني بلايك واشتراك، واكتب لي أي مقطع عجبك في الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.